الولد ده كان بيعمل نفس الحاجه كل يوم، كان بيستحمل حقن الابر في رجليه وهو كله امل انه يطول ولو سنتيمترات بسيطه. قلب امه كان بيتقطع وهي شايفه المنظر ده، بس هو كان دايما يطمنها ويقول لها يا امي انا هقدر استحمل. محدش كان يتخيل ابدا ان الطفل القصير الضعيف ده اللي اتولد بنقص في هرمونات النمو هيبقى في يوم من الايام ملك عالم كره القدم. ميسي كل ما بيسجل جون بيرفع ايده ويشاور للسماء. الحركه دي مش لاي حد، دي لجدته مخصوص، نفس الجده اللي كانت اول واحده امنت بحلمه وصدقت فيه. لما كان طفل ميسي كان اقصر من كل اللي في سنه، بس حبه للكوره كان اكبر من اي حد. وفي يوم كان في لاعب ناقص في الفريق والمدرب كان قلقان جدا. ميسي بص لجدته وقال لها ممكن العب؟ جدته ضحكت وقالت له لو نفسك تلعب بجد ليه لا. المدرب بص لميسي وهو مش مقتنع خالص، طفل بالحجم ده هيلعب ازاي؟ بس الجده قالت جمله واحده، الواد ده بيجري زي الطلقه. المدرب ساله هتلعب في انهي مركز؟ ميسي رد عليه بكل ثقه في اي مركز. المدرب ما كانش قدامه حل تاني، رماله التيشيرت ومن هنا بدات الرحله اللي خلت ميسي اسطوره حيه. ميسي كان بيعشق جدته جدا. ودلوقتي يا جماعه قولوا لي مين اللي في قلبكم بجد، ميسي ولا رونالدو؟ عرفوني في الكومنتات. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.